المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها وفد إريتري على المستوى يزور الهند. إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد اليوم. برنامج الإصحاح البيئي الأهلي في شامبوكو ودكة ينفذ جيدا. رئيس الموزمبيق يعلن النصر على الجهاديين وطردهم من مدينة بالما. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توقعان رسميا على اتفاق لتقاسم التكلفة الدفاعية. ومقاتلات صينية تستعرض القوة في المنطقة وتايوان تتحدى. أهلا بكم مشاهدينا. التقى وفد إريتري على المستوى يزور الهند ويضم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبراب. التقى بمختلف المسؤولين الهنود. والتقى الوفد اليوم 8 من أبريل وزير خارجية الهند الدكتور سوبرا مانيام جاي شانكار ومستشار الأمن الوطني شيري أجيت دوفال، وبحث كافة جوانب التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد المسؤولان الهنديان على رغبة الهند للدفع قدما بعلاقاتها مع إريتريا، موضحين بوجود فرص كثيرة لتعزيز الشراكة. واتفق الجانبان للدفع بالتعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتقوية التجارة والاستثمار في المجالات الأساسية وتبادل المعلومات والتشاور بانتظام في المجالات المتوازية. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 8 من أبريل في مراكز العزل في الإقليم الأوسط وشمال البحر الأحمر والجنوبي أكدت إصابة 19 مواطن بفيروس كورونا، وكانت الإصابات كالآتي: 13 في أسمرة و3 في إقليم شمال البحر الأحمر، 2 منها في نافا وواحدة في قلعلو و2 في قلب بإقليم عنسبة وواحدة في مندفرة بالإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 28 مواطن من كورونا بعد الرعاية الصحية في المستشفيات، 21 في الإقليم الأوسط و7 في إقليم عنسبة. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3393، شفي منها 3166 وتوفي 10 مرضى، ولا يزال 217 مصاب بفيروس كورونا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 8 من أبريل 2021. يقوم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بجهود بالتعاون مع كافة المؤسسات للارتقاء بوعي شباب العمال وتعزيز فعاليتهم. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر في مناسبة اختتام المسابقات التي نظمها الشباب العامل في عصب، أكد بأن المعرفة هي أساس التطور، وأن الشباب الواعي المتسلح بالمعرفة هم الركيزة الأساسية. وقال إن من المهم إقامة أندية القراءة وتنظيم المسابقات الاستكشافية للمواهب والهوايات لإسهام الشباب في بناء وتطوير المجتمع والوطن. وذكر أن تنظيم الشباب العامل يهدف لرفع وعي ومعرفة الشباب العامل في مختلف المؤسسات الحكومية، شاكرا الدعم المقدم من مسؤولي المؤسسات لتنفيذ أنشطة فاعلة. وقدمت في المناسبة الجوائز للفائزين في المسابقات على مستوى الفروع المسقرة والمديريات. في إطار المساعي الحثيثة الجارية لتنفيذ برامج الإصحاح البيئي الأهلي بفعالية، حققت الحملة المنتظمة بهدف الحد من الأمراض الناجمة جراء نقص المناعة نقص النظافة حققت نتائج جيدة. وبموجب ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن حملات التوعية الجارية في مديريتي دقة وشامبوكو لمشاركة سكان تلك المناطق في أعمال تنفيذ الخطة الموضوعة بفعالية ساهمت في تنفيذ البرنامج جيدا. وذكر السيد عبد يعقوب مسؤول الإصحاح البيئي في مكتب الصحة بالقاش بركة بأن سكان مناطق التكريريت وعد إبراهيم وحشانكيتو وعشيخ الأمين ولكويج وقرجناي في مديرية دقة، وكذلك سكان مناطق
هيكوتا وكوتوبيا وعد مألل نفذوا البرامج بفعالية، وهذا يدل على ارتفاع الوعي المترسخ حول الإصحاح البيئي. من جهتهم قال مسؤولو الخدمات الصحية في المديريتين أن تنفيذ برامج الإصحاح البيئي الأهلي تسهم بفعالية في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية، إضافة إلى مساهمتها في الحد من الأمراض الناجمة عن نقص النظافة. بدورهما أوضح مدير مديريتي دقة السيد همد إيلا وشامبقو السيد كحساء إسرات بأن عدم تنفيذ برامج الإصحاح البيئي الأهلي بالشكل المطلوب لأسباب مختلفة ورغم ذلك ونتيجة الحملات والسمينارات المكثفة ظلت تبدي تقدما ملحوظا. يقوم سكان قرية كلوليع بنفير لصيانة الطريق المؤدي لقريتهم بعد أن جرفته السيول الخريف الماضي. وقال عمدة القرية سيد ناصر عبده أن العمل جار بدعم الآليات للتمهيد والردم بالتربة المختارة. وأوضح السكان معاناتهم في نقل المرضى والحوامل إلى المؤسسات الصحية لرداءة الطريق، مؤملين بإصلاح المشكلة بتسخير أموالهم وأوقاتهم. وشكروا الدعم الآلي المقدم من إدارة المديرية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. في الشأن العالمي، أعلن رئيس الموزمبيق فيليب نيوسي أن الجهاديين طوردوا من مدينة بالما بعد أسبوعين من هجوم على المدينة الساحلية في شمال البلاد من قبل مجموعات مسلحة. وأوضح رئيس الدولة في خطاب أمام الأمة بثه التلفزيون أنه تم طرد الإرهابيين من بالما، مؤكدا إعلان النصر. وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن سيطرته التامة على مدينة بالما بعد هجوم بدأه في 24 من مارس وتخللته اشتباكات استمرت 3 أيام وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. وقد أدى هذا الهجوم إلى نزوح آلاف الأشخاص، متسببا بأزمة إنسانية لدى الناجين في الأدغال والغابات المجاورة للمدينة، مع وفاة أعداد كبيرة جراء الجوع والعطش. وقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رسميا اليوم الخميس على اتفاق لتقاسم التكلفة الدفاعية. ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فقد وقع نائب وزير الخارجية الأول تشوي جونغ كون وورب رابسون القائم بأعمال السفارة الأمريكية في سيول الاتفاق الذي تتحمل سيول بموجبه 1 مليار دولار هذا العام من تكلفة نشر القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 28,500 جندي أمريكي في كوريا. وذكرت وزارة الخارجية أن الحكومة سترسل الاتفاق الذي يسمى اتفاقية التدابير الخاصة إلى الجمعية الوطنية للتصديق عليه في أسرع وقت. وتوصل البلدان إلى الاتفاق الأحدث الذي سوف يستمر حتى 2025 الشهر الماضي، بعد عام ونصف من مفاوضات شاقة أثارت مخاوف حول تقويض التحالف الثنائي في مواجهة التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المستمرة. دفعت الصين بالمزيد من مقاتلاتها إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية في تصعيد لاستعراض القوة حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. وقال وزير خارجية تايوان أن بلاده ستحارب إلى النهاية إذا هاجمتها الصين. وشكت تايوان من تكرار أنشطة بكين العسكرية خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ تتوقع القوات الجوية الصينية يوميا تقريبا في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية. وقالت الصين يوم الاثنين أن مجموعة حامل الطائرات تجري تدريبات قرب الجزيرة. وقالت وزارة الدفاع التايوانية أن 15 طائرة صينية من بينها 12 مقاتلة دخلت منطقة الدفاع الجوي، وأن طائرة مضادة للغواصات حلقت إلى الجنوب عبر قناة جاشي الواقعة بين تايوان والفلبين. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق بسبب احتمالات نشوب صراع.
يتوقع صندوق النقد الدولي انتعاشا اقتصاديا أقوى في 2021 مع بدء إطلاق لقاح فيروس كورونا، لكنه يحذر من تحديات مروعة نظرا للمعدلات المختلفة لإعطاء اللقاحات في جميع أنحاء العالم. وقال الصندوق أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% في عام 2021، ارتفاعا من توقعاته البالغة 5.5% في يناير الماضي. وتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 بنسبة 4.4%، أعلى من التقديرات السابقة البالغة 4.2%. وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير أنه حتى مع ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مسار الوباء فإن طريقة للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية واضحة بشكل متزايد. وقدر صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5.1% للاقتصادات المتقدمة هذا العام، مع توسع الولايات المتحدة بنسبة 6.4%. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.